مقتنعين وعارفين ان الرجيم في الشتاء اصعب من الرجيم في الصيف. طب بعد الفيديو ده وبعد ما تتفرج عليه وتركز فيه كويس قوي، هتفهم ان الرجيم في الشتاء اسهل بكتير من رجيم الصيف، وفي نفس الوقت هتخس فيه اكتر من الصيف. ازاي ده؟ احنا في الصيف ما بنحبش الاكل الكتير، وعلى طول جسمنا مش محتاج للطاقة، وحاجات كتير قوي تخلي رجيم الصيف اكتر. طيب تعال نخش في الفيديو على طول ونعرف ازاي انك تقدر في الشتاء تخس من 4 ل 6 كيلو في الشهر بطريقة صحية، وان رجيم الشتاء اسهل بكتير قوي من رجيم الصيف. لو انت اول ما تتفرج علينا سبسكرايب وفعل الجرس. قناه بتتكلم عن الصحه والرجيم والدايت وكل حاجه تخص جسمك وصحتك. ولو الفيديو عجبك لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس وينتشر. ولو في اي سؤال عندك تكتب تحت في التعليقات، بقرا التعليقات كلها وارد عليها، وبنعمل حلقات مخصصه لناس بتسال اسئله فعلا هادفه في مجال الرجيم والدايت. تعالوا بقى نخش في حلقتنا. اول حاجه، احنا بيواجهنا شويه صعوبات في رجيم الشتاء، علشان كده خاطر احنا دايما مقتنعين ان رجيم الصيف اسهل وانجز معانا في نزول الوزن وفي حرق الدهون. لا، تعالى افهمك حاجه. اكتر 3 مشاكل بيقابلوك في الشتاء علشان تخس هو الكسل والقعده تحت البطانيه. ثانيا، انك جسمك محتاج لطاقه اكتر عشان يحس بالدفى. ثالثا، وهي الاهم، انك ما بتشربش ميه كويس وما بتدخلش لجسمك السوائل المطلوبه كويس. طيب نحل الحاجات دي ازاي؟ هنقول مع بعض دلوقتي روتين يوم كامل هنطبقه لمدة 30 يوم، يعني شهر تشالنج 30 يوم. في الاخر هتلاقي نفسك خاسس من 4 ل 6 كيلو دهون، مش توتال، لان في ناس بتخسر كمية عضلات اكتر من الدهون. ده مش هدفنا، احنا هدفنا نخسس الدهون اكتر لان هي اللي احنا مش محتاجينها. تعال نخش نشوف ايه الروتين ده مع بعض. اول حاجة، احنا علشان نعالج مشكلة الجوع في الشتاء احنا هنقسم وجباتنا لفترات متساوية في اليوم علشان نوزع وجباتنا دي على مدار اليوم، وفي نفس الوقت هندخل معانا حاجات او اكل بيحتوي على فايبرز كتير، الياف كتير عشان تحسسك بالشبع. البروتين بيحسسك بالشبع. هندخل الحاجات اللي تفيدنا بشكل كبير علشان نحس بالشبع طول اليوم وما نحسش ان احنا جعانين، وفي نفس الوقت ندي جسمنا الطاقة علشان يقدر يستغلها وما تحسش انك سقعان وقاعد ومحتاج تاكل كتير عشان تتدفى. مش عايزك تتجه للسكريات والنشويات الكتير علشان تتدفى. تاني حاجة، لازم تلعب رياضة عشان جسمك يدفى والدورة الدموية تشتغل فيه بشكل كويس، وجسمك على طول يبقى اكتف كده وسخن، ما تبقاش قاعد على طول سقعان. الرياضة اوعى تكسر عن الرياضة في الشتاء. احنا هنحل كل المشاكل بتاعت الشتاء بحاجات تفيدنا. يعني هناخد السلاح اللي كان بيحاربنا علشان ما نخسش هنستخدمه علشان نخس. طيب يبقى هنقسم وجباتنا وهنلعب رياضة وهنشرب مية. انا عارف ان جسمك في الشتاء ما بيحتاجش مية زي الصيف، وجسمك ما بيفقدش مية زي الصيف، ولكن احنا هنعتبر المية هنا زي الدواء. يعني ايه؟ يعني انا هشرب 2 ل 3 لتر كل يوم مية. طب انا مش عطشان، انا بنسى اشرب، انا كل الحاجات دي لا، احنا هنعمل كوباية مية كل ساعة. كوباية مية 200 مللي، لو حسبتها على مدار اليوم كله هتلاقي نفسك شارب من 2 ل 3 لتر مية في اليوم. تعال بقى مع بعض نعرف ايه الروتين ده اللي هنمشي عليه. اول حاجة، احنا وجباتنا هتبقى 3 وجبات، مفيش اي مشاكل، مش هنغير فطار غدا عشاء. بالنسبة للسناكس هتبقى ثمرة فاكهة واحدة. انا يعني ما برشحش موضوع السناكس ده قوي، بس خلينا نقول السناكس بتاعنا هيبقى ثمرة فاكهة واحدة. تعال نشوف ايه الوجبات اللي معانا. الفطار هديك نوعين من الفطار، الغدا هديك نوعين من الغدا، والعشاء هديك نوعين من العشاء، علشان خاطر انت هتقعد 30 يوم ما تاكلش نفس الاكل كل يوم فتزهق او تمل. احنا دلوقتي صحينا من النوم، نشوف هناكل ايه. صحيت من النوم، اول ما صحيت من النوم هتشرب كوبايه جنزبيل بدون سكر وعليها نص ليمونه. هتصب الجنزبيل وبعد ما تصب نص ليمونه ومن غير سكر خالص. بعديها على طول او بعديها بعد ما تشرب الجنزبيل هتشرب كوبايه ميه. بعد ما تشرب كوبايه ميه هنخش على الفطار. الفطار بتاعنا قلت هقول نوعين. اول نوع بطاطس مسلوقه وبضايه مسلوقه وطبق سلطه خضراء، يا اما نص رغيف عيش و4 معالق فول وبضايه مسلوقه وطبق سلطه خضراء. دول نوعين الفطار. بعد كده هنحاول نعمل اي نشاط بدني بعديها بنص ساعه. يعني لو انت رايح الشغل هتمشي، لو انت ست بيت هتعملي اي رياضه في البيت. المهم يبقى في اي نشاط بدني بعد الفطار بالنص ساعه او ساعه. ما بقولش انزل اتمرن، ما بقولش شيل حديد، ما بقولش الكلام ده. نشاط بدني خفيف. بعد كده هتيجي علينا وجبه الغداء. طبعا ما ننساش كل ساعه كوبايه ميه، وبعد الفطار على طول هشرب كوبايه شاي اخضر بدون سكر. كل المشاريب بتاعتنا بدون سكر. ما بتعرفش هتشرب المشروب ده بسكر دايت. نيجي لوجبه الغداء هنقول نوعين. اول نوع
4 معالق رز او مكرونه، ما يكونش عليهم زيت وما يكونش عليهم سمنه، ما يكونش عليهم اي حاجه، رز مسلوق ومكرونه مسلوقه. معاهم طبق سلطه خضراء كبير، معاهم طبق خضار سوتيه كبير. دايما بنخلي الخضار حوالي 60% من الوجبه بتاعتنا. والبروتين بتاعنا لحمه بدون دهن، يا اما هناكل صدور فراخ بدون جلد، يا اما هناكل تونه، يا اما هناكل بيض. المهم يكون فيه بروتين حيواني. يبقى احنا كده في الغداء قلنا ايه؟ يا رز يا مكرونه. والبروتين عندك 4 انواع اختار منهم. الخضار السوتيه والسلطه ثابتين، ويا ريت مع السلطه معلقه صغيره زيت زيتون. مفيش زيت زيتون خلاص مفيش مشكله. هنيجي بعد كده للسناكس. السناكس بتاعنا هيبقى ثمره فاكهه واحده بس، يا تفاحه يا موزايه جوافايه. هنحاول نبعد عن الفراوله والمانجا والحاجات اللي فيها نسبه املاح كتير، يعني تفاحيه موزايه جوافايه، برتقانايه واحده يوسفندي، اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده هنيجي لوجبه العشاء، وبرده ما ننساش كوبايه الميه اللي بنشربها كل ساعه. وبرده مش هننسى ان احنا هنشرب كوبايه شاي اخضر بعد الغدا. يبقى في كوبايه شاي اخضر بعد الفطار وبعد الغدا، وهيبقى في واحده بعد العشاء. نيجي بعد كده لوجبه العشاء. وجبه العشاء بالنسبه لي طبق سلطه جبنه قريش، وبرده لو في زيت زيتون هنحط معلقه صغيره او نص معلقه صغيره، معها خيار جزر جرجير، كل انواع الخضروات اللي عندي ممكن اقطعها عليها مفيش اي مشاكل. معاهم علبه زبادي عادي. اللي عنده استطاعه يجيب زبادي يوناني مفيش مشكله، ما عندكش استطاعه علبه زبادي عادي تكون لايت، برضو ما بحطلهاش سكر. ده بالنسبه لوجبه العشاء عندي. الجبنه القريش هتاكلها بالمعلقه. طب انا زهقت من العشاء ده مش عايز اكله، يبقى شريحه توست صغيره وهنفرد عليها جبنه ملح خفيف، ومعاهم بضايه مسلوقه. كده احنا قلنا ال3 وجبات، وقلنا الميه، وقلنا المشاريب اللي بتساعد. الرياضه لازم كل يوم من 30 ل 40 دقيقه رياضه. ممكن تمشي في البيت رايح جاي، ممكن تنزل تمشي في الشارع. يعني ما تصعبش الامور على نفسك. بتروح جيم تمام، بتروح جيم عندك 100,000 فيديو على اليوتيوب بيقولك ازاي تعمل كارديو في البيت. الموضوع سهل ومش معقد، المهم انك تعمل مجهود بدني بشكل صحي عشان ما تأذيش مفاصلك ولا عضلاتك كل يوم لمدة من 30 ل 40 دقيقة. وبالتالي احنا كده قلنا كل حاجة. وجبة العشاء تبقى قبل النوم بساعتين. مش عايز اي براشيم تساعد على الحرق، مش عايز اي حاجة. اعمل الكلام ده وحافظ على كمياتك واعمل رياضة. نام كويس بالليل 8 ساعات عشان ده بيساعد الجسم انه يشغل عملية حرق الدهون بشكل كويس جدا. ولو عندك نقص في فيتامين د اتأكد، علشان خاطر ممكن يكون عندك نقص في فيتامين د او مشكلة في الغدة الدرقية. دي لو انت بتعمل رجيم لمدة 1000 سنة برضو هتفضل ما تخسش، لان الحرق عندك بيبقى فيه مشكلة. يبقى تعمل تشيك على فيتامين د، تعمل تشيك على الغدة الدرقية عندك، تشوف لو انت عندك اي امراض عضوية بتخلي نسبة الحرق عندك مش شغالة كويس، وبتعملك ثبات في الوزن او بتعملك كمان زيادة في الوزن. اتمنى تكون استفدت معايا من الحلقة. عندك اي استفسار اي سؤال تحت في الكومنتات بقراها كلها وبرد على الناس كلها. ولو اول مرة تتفرج عليا متنساش تكون اشتركت وفعلت الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. اشوفكم الحلقة الجاية على خير.